احلى تحيه لكل اللي بيشوفوني. معاكم حسن التوني، وريفيو النهارده ان شاء الله هيكون في اسكندريه. احنا بقالنا فتره موقفين ما بننزلش اي فيديوهات، وده طبعا عشان اخواتنا في فلسطين. الواحد حقيقي مش قادر يشتغل، مش قادر يركز يعمل اي حاجه، ولكن الواحد مضطر في الاول والاخر ان ده شغل. ربنا ينصر اهلنا في فلسطين ويرحم شهدائنا جميعا باذن الله. الريفيو بتاع النهارده بقى من اجمد الاماكن اللي انا بحبها في اسكندريه، وعنده الاكل قيمه مقابل سعر حرفيا. المنيو بتاعه بيكون شامل لكل حاجه، من كريب الفطاير، بيتزا، مشويات، كل اللي تتمناه هتلاقيه فين؟ عند بيتزا نور في فلامنج على الترام. فتعالوا نشوف الاكل عنده بيقول ايه. ندخل بدون مقدمات على اكتر حاجه بعشقها عنده، وهي صنعه الفطير. وطلبنا واحده ميكس لحوم كبير فيها لحمه مفرومه، بسطرمه، سوسيز، الجبن، وشكلها لما بيطلع يا جماعه خطير جدا. ولا البازوكا ده بقى اللي هو اللي بنسميه الفطيره الرول. انا طلبتها كريسبي. الحشو عند نور زي ما انتم شايفين مش حاجه مخصوص خالص، شكلها بعد ما استوت دمار في الخيال. عنده بقى حاجه اسمها الاوميجا، ده المفروض يسميها فياجرا مش اوميجا. بتبقى عباره عن بيتزا ايطالي، في الاول بيكون محطوط عليها شاورما فراخ وكميه جبن كتيره. عجينه تانية بقى بيحط فيها ستريبس وجبن وسلامي وهوت دوج وكيري، ويغرقها لك صوص جبنه. مش طبيعي المنظر حرفيا. بينزل بقى بالبيتزا بعد ما استوت عليها ويقفلها من كل الجوانب. بص بقى منظرها بعد ما استوى، متخيلين الجريمه عامله ازاي؟ حجم القطعه بعد ما طلع مش طبيعي، وبصوا الجبنه وحلاوه الاوميجا. قلت ابدا بيها على طول واصورها. الحجم بتاعها مش طبيعي، بدون افوره. الاوميجا دي للكبار فقط. طعمها بوم يا اخواتي. الميكس بتاع اللحوم والفراخ خطير جدا. الصاروخ الرول ده بقى عشقي حرفيا، حبيته جدا. مزيكا دسم جدا، والكريسبي جوه طبيعيه مش فراخ مفرومه، مليانه حشو. برشحها ليكوا جدا، اللي بيحب الفطير هيتكيف قوي من البازوكا دي. اما بقى العشق فطيره ميكس لحوم ولا غلطه، 10 على 10. احلى صنعه فطير. اللحوم نضيفه، الجبن حلوه جدا. بجد انا باجي اسكندريه ما ينفعش ما اروحش اسكندريه وما ادخلش عند بيتزا نور اكل فطير. قلت افصل بقى بمكرونه سي فود المره دي، واتفاجئت حقيقي السي فود جوه مش زفر خالص، والطعم بتاع المكرونه بالسي فود خطير. ختمتها بقى بجريمه فطيره حلو، نص شوكولاته ونص لوتس، وكانت يا جماعه والله ما طبيعيه، وما قدرتش اسيبها من حلاوتها. حقيقي بيتزا نور من الاماكن اللي مش اي حد بيعرفها في اسكندريه، وهو مشهور ومعروف جدا في المنطقه، ومن اجمد الاماكن اللي تقدم لك اكل بكواليتي حلوه جدا وبسعر مش عالي خالص.